انت عارف انك ب 350 الف جنيه النهارده ممكن تجيب شقه في قلب هليوبلس الجديده وتقسطها على 8 سنين، 3 غرف و2 حمام، وكمان مع مطور واسم كبير. وفرصه حرفيا لسه في البدايه ومش هتتكرر. عندي تفاصيل منطقه هليوبلس الجديده كلها بالكامل بالمشروعات اللي فيها. لو عاوز البي دي اف ده اكتب لي بس في الكومنتات هليوبلس الجديده وانا هبعت لك كل تفاصيلها، او كلمني على طول على الارقام الموجوده على الشاشه. في 2025 في مناطق لو اشتريت فيها هتخسرك تماما، وفي مناطق تانية هتضاعف لك العائد بتاعك. خليني اقول لك النهارده على 5 مناطق يقدروا يكسبوك لحد 25% والعائد بتاعهم مضمون. خامس منطقة فيهم هي أهم منطقة. أول منطقة معاك وهي منطقة العاصمة الإدارية، وأنت مش بتتكلم في أي مدينة عادية، أنت النهاردة بتتكلم في مدينة فيها مقر الحكومات، أطول برج في أفريقيا، بتتكلم في البنك المركزي، في البورصة. كل دي أماكن تساوي استثمار مضمون وارتفاع كمان في سعر العقار بتاعك. راس الحكمة بعد صفقة ال 35 مليار الأسعار فيها ولعت، فخليني أقول لك إنها هتبقى دبي التانية، فالحق النهاردة. العلمين الجديدة بقى خليني أقول لك إن هي مدينة صيف وشتاء، أنت بتتكلم في مدينة سياحية من الطراز الأول، جامعات وأبراج سكنية، انت بتتكلم في ايجار سنوي مش موسمي. القاهره الجديده ومدينه المستقبل سيتي، والاثنين دول يعتبروا واحد. خليني اقول لك ان هي مجتمعات سكنيه راقيه، يعني الطلب فيها عالي ومتزايد طول الوقت، فالنهارده استثمارك فيها مضمون. لو عاوز بقى تشتري في مناطق يكون الاستثمار بتاعك فيها العائد بتاعه اعلى من 15%، اكتب لي كلمه استثمار في الكومنتات. خليني اقول لك ان الاستثمار مش بس موقع، لا ده توقيت كمان. بالله عليكم خدوا بالكم، مشاريع كتير من اللي نازله في الساحل الشمالي السنه دي الشواطئ بتاعتها صخريه. لو انت بتشتري النهارده في الساحل الشمالي سكند هوم او حتى بتشتري استثمار، الموضوع ده خساره كبيره جدا، ده بيدمر لك كل اللي انت بتعمله. يعني الحاجه دي اهم حاجه في المشروع. النهارده يا فندم لو معاك بروكر خده يا فندم، قول له يا فندم خليه ينزلك ارض المشروع. ما تشتريش يا فندم عن طريق التليفون، مش عن طريق ان هو يبعت لك البروشور، مش عن طريق ان هو يقول لك الشركه دي احسن شركه كريستال لاجون في العالم وجايبين شركه اداره وتشغيل وبنعمل تمهيد للشاطئ وكل الكلام ده. انسى كل الكلام ده، انزل على ارض المشروع وشوف المشروع بنفسك، ودي نصيحه علشان ما تخسرش فلوسك. عموما انا سهلت عليك، في بي دي اف كده معايا في كل المشاريع اللي نازله اللي الشواطئ بتاعتها رمليه. لو عايز البي دي اف ده بالمشاريع دي اكتب لي بس الساحل الشمالي في الكومنتات وهبعته لك. في ركود في سوق العقارات ولا في بيع ولا شراء وفي معروض كتير. اهو الهبل ده بقى لنا كتير بقى بنسمعه، بس خليني اقول لك يعني ده سوق زي اي سوق. خلينا نفهم يا جماعه ان هو سوق.
لا مفيش معروض كتير ولا حاجه، ده المعروض قليل جدا ومش مكفي الطلب اللي معروض اصلا. في حاجه اسمها سياسه بيع وشراء نفهمها علشان ما نخسرش.